السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا أعزي كل أبنائنا في المملكة العربية السعودية على الكارثة هذه والنكبة اللي حصلت عليهم. أغبى قرار تم اتخاذه في 2016 هو سعودة الاتصالات. يا خبر الذي يوظف عياله ولا أبنائه ما يحتاج قرار، الذي يحق شغله ينحت بالصخر ويشتغل. عندكم كل الجنسيات العربية يهاجروا يدوروا مغط حلق بكل مكان، وانت جيت تقول لا نسعود الاتصالات. مو من قرار هذا. العالم الآن مفتوح، العالم قرية صغيرة. 2016 ما عاد باقي حكر بالأمور هذه. وانت لا، الذي يشحن التلفون لازم يوقع سعودي، مو القرار السخيف هذا والأخبل. طيب اعملوا معالجات للناس. الناس استثمرت مئات الملايين، ملايين الريالات السعودية، وفتحوا محلات وبموجب قانون سعودي، والآن تجي تقول للشارع طيب اشترى حقه المحل، ودك واحد سعودي يشحن التلفون. وين الشريعة هذه اللي تدعوها والدقن والمسواك والهيئة، لجنة الهيئة العامة؟ اوكي معك بلدك اعمل لك اللي تشي، بس بما بالقانون، بما يرضي الإنسان والله. أما تأكل لك حقوق الناس هكذا ما يكفيش قانون الكفالة حقكم هذا. يعني ملايين السعوديين أو 10,000 100,000 من السعوديين عايشين على موضوع الكفالة. قانون رق هذا. لا تدركوا أنتم حجم المعضلة الذي عاملينها أنتم بالعالم. قوانين الرق هذه اللي حق يا أخي لا تدخلش أحد بلدك من البداية. لا تجبرش الناس تسافر وتجي تقول له دا كفيل وما تنقلش وما تتعالج وما تسكنش كلام فارغ. إذا كان لابد اعمل قوانين واشتري أغراض الناس. أما أنك تخلي المغترب يستثمر ويدين ويبيع عرض ويقتتل، وتجي تقول له لا أنا أبغى أسعود التلفونات، ويعني ما همش حق شغل عيالكم. إذا ما همش حق شغل ما ينفعش أي قرار. لا ترجعوا تتصلوا بالمغارف حق الفول، وأنا هذا يحتلق. جمعوا دومان. وين هذا وزير الاتصالات السعودي؟ وين العقلاء السعوديين؟ في 2016 وقوانين الرق هذه ما زالت تمارس ضد كل المغتربين. عيب. وثانيا المواطن اليمني المفروض يكون له استثناء، لأن احنا بجحر الحمار الداخلي الآن ومن تحت راسكم. لأنه علي عبد الله صالح حليفكم من 33 سنة، اختلفتم رجعتم ندشتم من الجهتين، فعلى الأقل تراعوا المرحلة هذه. أنا أخاطب وأناشد كل الناس الشرفاء، وأي واحد يستطيع يوصل الرسالة هذه للديوان الملكي لوزارة الاتصالات. عيب. مش ناقصين احنا جالسين نرقع بعد اجحاركم هنا بأمريكا انه لا احنا دولة اسلامية ومعنا خصوصية، وهم يقولوا لا هذا دولة متخلفة، دولة تحارب الإنسانية والبشرية وكل القوانين المدنية. واحنا نقول لهم لا احنا معنا خصوصية والملك سلمان هنا جنب حمود. وين من الخبر؟ الذي يشحن التلفون لازم يوقع سعودي. كلام فارغ وسخيف.